السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخوتي الغاليين. عندنا اليوم لاند كروزر ما شاء الله تبارك الله 2006 فئة الفي اكس ار، ما شاء الله تبارك الله رقم واحد. بشرح لكم كامل المواصفات على السريع مع السعر، بس قبل ما أبدأ إن شاء الله الفيديو ينال على إعجابكم. طبعا خذوا لكم يا الغاليين لفة عليها بالصلاة على رسول الله. هذا الواجهة الأمامية، الشبك بلون كروم عاكس، شعار التويوتا بلون ذهبي على الشبك مع غطاء المحرك. السطام لون رمادي، كشاف ضباب بلون أبيض. إشارات على الجوانب الليدي، إشارات على المراية لفئة في اكس ار الليدي. هذا الجنط باللون الكروم بشكل مميز، بلون السيارة لونها اللون البحري ما شاء الله. الخطوط الجانبية، مسكة اليد كروم. وهذه طاقة مصروف السيارة لاند كروزر 2006 8 سلندر في اكس ار، تمشيك باللتر 7.7، يعني بالدبة دبة 20 لتر تمشيك 154 كيلو ما شاء الله. الأنتر حق المسجل يرتفع على زر داخلي. الشنطة الخلفية تفتح كهربائيا، تتغلق كهربائيا أكيد 2006. زينة من اللون الكروم العاكس على الفريمة. الشكل الخلفي للسيارة، شكل السيارة والشنطة مفتوح. التحكم بالإضاءة الخلفية، الإضاءة الوسطية، الإضاءة الأمامية. فتحات للتكييف في السقف بشكل مميز زي ما تشوفون. زر للتحكم بالتكييف الخلفي. حاملات الأكواب، طفايات، السماعات. الأصل في السيارة 6 سماعات. مراتب الصف الثالث تحكم يدوي، الصف الثاني طبعا كهربائي. تعليمات استخدام مراتب الصف الثالث: منفذ للشحن 100 واط. ما شاء الله للشحن بشكل مميز. الإضاءات على باب الشنطة عندنا. تغليق الشنطة أيضا كهربائيا. نغلق الشنطة. الجناح الخلفي مع لمبة الفرامل. كتابة لاند كروزر عليها فايبر بلون كروم عاكس. 8 سلندر. اسم الفئة في اكس ار. السطام الخلفي لون رمادي. حساسات أمامية خلفية. نروح إلى السيارة. عندنا الإضاءة على الباب الليدي بلون أصفر، مساحة تخزين. السماعات على الباب. التخشيب، طفاية بشكل مميز. فتحات للتكييف بالأطراف زي ما تشوفون. لمراتب الصف الثاني، مراتب الصف الثاني تحكم كهربائي. فرشات السيارة، تحكم بالإضاءة الوسطية.
شاشة طبعا ما شاء الله. تحكم بالإضاءة الوسطية بشكل مميز. شاشة ما شاء الله. زرارات تحكم الشاشة، منفذ CD. حاملات الأكواب بشكل مميز، وهذا الدرج. دكاية وسطية وحاملات أكواب تحت. هذا الداخلية، النوافذ على الباب وبالمركزي. كرسي السائق الراكب، تحكم كهربائي، دلكسون كهربائي التحكم فيه. نظام الدفلك ما شاء الله تبارك الله. نظام الدفلك لو غرزت في أي تغريزة يرفع السيارة، يهز إطارات السيارة بالكامل، ما تغرز عليك، نظيف ما شاء الله. زر الفتح تانكي البنزين الخلفي. تحكم بالمراية كهربائيا. زرارات الأرقام حق الكشافات. تحكم بالنظام الصوتي، اتصال بنفس السيارة. شاشة عليها كاميرا خلفية. زرارات تحكم الشاشة. التكييف أوتو مع وجود شاشة تظهر لك كم حرارة التكييف. المسجل تحكم بالصوت، منفصل بين المسجل والشاشة الشاشة الخلفية والشاشة الأمامية. الزر حق الأنتل حق المسجل اللي في الكبوت. نظام الدبل الخفيف، نظام الدبل الثقيل، نظام زحف، مزود بنزين وعزم للسيارة بطلوع الجبال. الجير اوتوماتيك بشكل مميز، تحكمه بالكامل. وهذا الدرج. حامل جوال، منفذ للشحن 12 فولت. نشغل السيارة، بسم الله. تحكم بالإضاءة الأمامية. فاتح السقف كهربائيا، تغليقه أيضا كهربائيا. وهذا الدرج. عندنا الشاموسيات عليها مرايات مع إضاءات. لو ما تفك المراية تولع الإضاءة بشكل مميز. ثلاجة ما شاء الله، أحسن ثلاجة 2006. تبريد ودفاية وتعديل. لاند كروزر الجديد 2023 فيها تبريد فقط. شفتوا المواصفات يا الغاليين. نروح الآن إلى السعر. السعر يا الغاليين 35,000 دولار. أتمنى المقطع أن ينال على إعجابكم، ولا تنسوا راجعوا الفيديو واشتركوا في القناة وافعلوا جرس التنبيهات. وفي أمان الله أخوتي الغاليين.